البارح كان 18 نوفمبر، نهار عزيز على المغاربه، وفي الماء اللي تعينك كتلقى الاحمر والخضر احتفالا بالذكرى 69 ديال عيد الاستقلال، وحتى من جوجل كان محتفل بينا، والواجهه ديالو كانت مزينه بالالوان ديال الرايه المغربيه. بزاف ديال المدارس والمؤسسات احتفلوا بهذه الذكرى، وعلى راسهم المؤسسه ديال الامن الوطني اللي نظمت حفل ديال التميز اللي شرف عليه المدير العام ديال الامن الوطني عبد اللطيف الحموشي شخصيا. وفي هذا الحفل كرموا ابناء وايتام رجال ونساء الامن الوطني اللي متفوقين في الدراسه وفي بزاف ديال المجالات الابداعيه اخرى. هذا الشيء غادي تحس بالقيمه ديالو، خصوصا الا كنتي قراي في صغرك بحالي. كنت كنفرح فاش كنسمع ان المؤسسه ديالنا ولا المقاطعه ولا الجماعه منظمين شي حفل اللي غادي يكرموا فيه المتفوقين، حيت كنت ديما كنجيب المعدل يا الاول في المدرسه اولا في القسم ديالي، وكتمشي فرحان حيت غادي تاخذ واحد الشهاده ولا واحد الجائزه. هذا الحس الانساني والاجتماعي اللي كنشوفوه عند هذا المسؤول الامني تجاه هذه الفئه من ابناء موظفي الامن الوطني، كنتمنى كاع المسؤولين في مؤسسات وجهات اخرى يتانسبيراو منه. وعلاش لا ما نشوفوش ديما على مستوى مثلا المقاطعه ولا الجماعه ولا المدينه ولا الجهه شي بادره بحال هذه اللي نكرموا فيها التلاميذ والطلبه اللي كيخدموا ويجتهدوا واللي هما المستقبل ديال هذه البلاد. واللي عجبني كثر في هذا الحدث اللي نظمته مؤسسه محمد السادس للاعمال الاجتماعيه لموظفي الامن هو انهم عطاو منح لذوك المتفوقين واللي وصلت القيمه ديالها حتى ل 50,000 درهم كدعم لذاك التلميذ ولا الطالب باش يجي يجتهد ويعطي كل ما عنده. بالنسبه للايتام حتى هما عندهم منح ديالهم بوحدهم. المهم هذه واحد الحاجه واعره اللي كنتمناو انهم يزيدوا يتبناوها مؤسسات وجهه اخرى، ونزيدوا نعطيو قيمه للتفوق الدراسي. وتحيه للمدير العام للامن الوطني اللي في السنوات الاخيره دائما كنشوفوا الاضواء مسلطه عليه، وهكذا بغينا نشوفوا كاع المسؤولين اللي ما كيهضروش بزاف ولكن كيخليو الخدمه ديالهم هي اللي كتهضر عليهم.